اليوم احنا بشمال شرق سوريا لدرجة وصلناها من أمن وأمان ما شاء الله. الحمد لله. طبعا والله محسودين من كل المناطق، يعني خاصة المنطقة الجنوبية بسوريا، يعني قاعد يحاولون يطبقون برنامجنا، برنامج الإدارة الذاتية عندهم قد ما نجح. طبعا هذا كله نتيجة تناقل الأخبار، ناس وشيوخ وجهاء يتلقون مع بعضهم ففهموا الفكرة، وهم على أرض الواقع شايفينها. اليوم الهجمات التركية على الأراضي الحدودية المستمرة بشكل دائم، اليوم لازم يكون في رادع. واليوم احنا عندنا الضامن الامريكي، اين الضامن الامريكي من هذه التهديدات التركيه؟ وبعدين تركيا لو ما عندها ضوء او شايفه تقاعس امريكي اتجاه المناطق الشماليه، كان تركيا ما تجرأت اصلا ضربت او طلعت طياره او طلعت طلقه من عندهم لو ما في ضوء امريكي. وبعدين امريكا بالاونه الاخيره لاحظنا انه طلبت انه رعاياها تخلي او تطلع من المنطقه الشماليه شمال شرق سوريا. ليه؟ طيب هم مو شعب مثلهم مثلنا احنا كشعب؟ بعدين احنا تركيا لئيمت، يعني الضوء الامريكي لتركيا لئيمت. اليوم الروس معروفين، معروف اتجاههم مع الاتراك واتفاقهم مع النظام. الايرانيين نفس الشيء، نفس الشيء. هذا كله تحالف على منطقتنا، واحنا هنا منطقه شعب امن، شعب امن. وعساكرنا العساكر اللي موجودين اللي هم حماة الارض والعرض هم ابنائنا، ابناء العشائر، ابناء هذا المجتمع، ابناء هذه الناس. اليوم المنطقه دفعت 13,000 شهيد واكثر من 25,000 جريح. تيجي تركيا على البارده المبرد بالاتفاق مع النظام او تقاعس امريكي او اتفاق مع ايران او اتفاق مع روسيا، تيجون يظلون يحتلون منطقتنا؟ لا يمكن، ما يحتلون منطقتنا الاتراك الا يقتلوننا خالص. طبعا نتيجة الضربات التركية امبارح، الليلة هاي اللي مرت علينا، اليوم احنا الصبح، الليلة اللي مرت علينا عدد الشهداء اللي من نتيجة القصف التركي تجاوز ال 15. 15 شهيد قتلوا. وين النظام السوري والقوة العسكرية والأسلحة اللي كنا احنا ندفع ثمنها؟ وينها؟ ليش النظام السوري ساكت على هذه الهجمات وهذه الضربات؟ ليش ساكتين؟ وينهم؟ وين السلاح؟ وين السلاح اللي احنا دافعين ضريبته، دافعين ثمنه، دافعين مشان ايش؟ مشان يصدي بارضه، ما يطلع صاروخهم على الطياره التركيه لما تلعب بالاراضي السوريه بشمال شرق سوريا وتدخل حتى على مناطق النظام. وين النظام التركي؟ هذا تقاعس تركي وتآمر على الشعب السوري في الشمال السوري. احنا اليوم مع الأسف الشديد الهجمات التركية بغطاء أمريكي. يعني اليوم طيب احنا المجازر اللي مرت بمدينة الرقة حصرا لمسنا دلائل تركية، وأين كان الرد الأمريكي على الدلائل التركية اللي أيام القصف اللي مضى بالأيام والسنين العجاف اللي مرت؟ اليوم على الهامش مجرد أنه حصل تفجير بتركيا، اليوم شمال شرق سوريا اليوم مهدد، والسماح بالغطاء الجوي وبالطيران التركي بقصف شمال وشرق سوريا. يعني هذا التعدي بغطاء الأمريكي، يعني إلى أين يعني القوى الأمريكية لمجازر شمال وشرق سوريا إلى إباحة دماء أبنائنا وأطفالنا ونسائنا؟ يعني ما هي الحجة الواهية اللي اعتمدت عليها أمريكا لتلبية رغبة أردوغان لمطامعه السياسية وتتريك المنطقة وإعادة الاحتلال العثماني لشمال وشرق سوريا بشكل خاص؟ الهجمات اللي صارت من تركيا اليوم أمس هاي عملية مفرتكة مزبطة هي والأمريكان على عملية اللي صارت بتركيا. العملية اللي صارت التفجير بتركيا تركيا هي سوتها. أردوغان يريد يفشلنا، وإحنا نجاحنا قاعد يظهر لكل العالم. نجاحنا قاعد يظهر إدارة ذاتية، قوات سورية ديمقراطية،
نجاحنا قاعد يجنن الاردوغان على هالشيء هذا. احنا حقنا على الامريكان اللي عندنا الموجودين، لانه خدم ضوء اخضر اردوغان من عند اردوغان، خذ ضوء اخضر من الامريكان، لانه الامريكان من يومين نبههم رعاياهم الموجودين على انه تحركهم، لانه الضوء اخضر، واحنا توقعنا هالشيء هذا وتوقعنا منهم. حقنا على امريكا، اناشد شعبنا، شعب شمال سوريا، ان تشوف وتتضامن مع بعض حول هالهجمات التركيه اللي قاعد يصير. احنا نعتمد على حالنا ونعرف شلون ندافع على حالنا، يا الامريكان يوقفون معنا وقفه صحيحه، يا اما ينسحبون من عندنا ويمشون من اراضينا. العمليه اللي صارت بتركيا باسطنبول هذه شغل الاستخبارات التركيه، هذه سوتها فرتكه انه مشان ياخذ ضوء اخضر من الامريكان ومن الروس. وهو ما عنده مشكله يقتل شعبه ويضرب شعبه، المهم انه يحصل على ضوء اخضر من الامريكان والروس على ضرب شعبنا شمال سوريا. فهذه لازم يوعاها شعب تركيا، يوعاها مضبوط انه ايش جاي يسوي اردوغان. العمليه هاي اللي جاي يسويها انه هو بده يتوسع بمناطقنا. اولي احتل راس العين، تل الابيض، عفرين، يريد يوسع مناطقه وياخذ نفوذ اكثر بدون ادانه من المجتمع الدولي، من امريكا، من روسيا، متى ما يندان بده يوسع على العمليه والفرتكه هاي كلها يتوسع باراضينا. احنا ما نسمح له، احنا واقفين له بالمرصاد. قوات سوريا ديمقراطيه، الشعب الشمال سوريا واقفين ضده، رجل واحد ندافع عن ارضنا وعرضنا.